يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الحلقة الثانية من Financial Planning، الحلقة 2. وكان كان التارجت من اللايف بتاعنا كل يوم حد الساعة 8. كان 8 قبل كده، دلوقتي بقينا نعمله 8 ونص عشان الصيف، وبعدين ممكن نرجعه 7 عادي في الشتاء يعني. ولكن الفاينانشال بلاننج 2 كنا قلنا اللايف اللي فات او الحلقه اللي فاتت على الفاينانشال بلاننج 1 وايه اللي احنا محتاجين نعمله. ولكن دايما بيظهر حاجه كل شويه، حاجه جديده كده، فبتخلي الواحد يرجع يتكلم في الموضوع تاني او يركز على نقط يمكن ما كانش ركز عليها في الحلقه اللي قبلها عشان يحصل استفادة. وهو ده التارجت من اللايف بتاعنا. عن ممكن نسموه بقى ينزل تحت مسميات كتيرة: الفاينانشال فريدم، الحرية المالية، فاينانشال ليترسي، المعرفة المالية، الفاينانشال بلاننج، ان انت تعمل بلان لنفسك كويسة جدا ماليا وتخطط صح. كل المسميات دي يعني تحت امبريلا واحدة، ان انت تعيش ماليا صح ومرتاح. لان طول ما هو معاك فلوس، معاك ما يكفيك من الفلوس، دايما بقولها، معاك غطاء مالي، معاك انت كفرد، انت متغطي ماليا. ما يفاجئكش اي حاجة في الحياة او اي مفاجآت فتهزك، او ان انت تضطرك ان انت تستلف او تقترض او ان انت تروح لحاجة. اكيد كلنا ما بنتمناش كلنا ان احنا نستلف، بس بنتمنى ان احنا يكون عندنا غطاء مالي كويس جدا، بحيث ان احنا نبقى عارفين نعيش حياة كويسة. ده مش هيتم واحنا عندنا الرغبة في الصرف، يعني على سبيل المثال، ودي هنتكلم عليه. ولكن في الأول خالص أنا هتكلم النهاردة على 7 حاجات محتاج تركز عليهم عشان تعمل فعلا فاينانشال بلان صح، عشان تعيش حياتك حياة مالية صح. مش هقول صح وغلط أكتر من إنها هتوصلك للنتيجة الأفضل. لأن ما فيش صح وغلط، كل حاجة ليها وجه ووجهين يعني، فمختلفة من شخص لشخص، مختلفة من اسلوب حياة لاسلوب حياة. ولكن الخطوات اللي انت محتاج تمشي عليها هي واحدة، ملهاش تاني زي ما بيقولوا يعني انا وحضرتك مهما كان شغلنا، مهما كان طريقة حياتنا، محتاج ان انت تكستمايز، تفصل الرولز او القواعد اللي احنا هنقولها ال7 دول على حياتك. فبالتالي تقدر تمانج وتكنترول المصاريف بتاعتك، تقدر تزود الدخل بتاعك. طيب، قبل ما ابدا بس كان حاجه مهمه جدا قريتها للمهندس محمد ابو النجا نجاتي، وده يعني من الشخصيات الجميله جدا اللي انا متابعها. مش يعني مش مجرد جمال، هو شاب ما شاء الله عليه نشيط جدا، اكتف، ليه نشاطات جدا، متابعه على السوشيال ميديا. ف برضه بيأسس شركات ستارت ابس، شغال في المجال ده. عنده رؤية جميلة جدا انا بحبها، وهو كشاب في السن ده، فانا من متابعينه يعني. فربنا يكتب له التوفيق. فكان كاتب بوست من يومين بالظبط، عجبني البوست جدا، فخليني اقراه لكم زي انا كتبته، زي ما هو كاتبه بالظبط، وبعد كده هنروح للنقط ال7 اللي احنا بنتكلم فيها. وهو بيتكلم على ان السوق دلوقتي اتغير، ومحتاج حاجات تغير الناس، تعلمهم يعملوا فلوس، واللي بيعمل فلوس يعمل فلوس اكتر، واللي معاه فلوس يتعلم ادارتها ويديرها بطريقة احسن. السوق ما بقاش استهلاكي زي الاول. الجملة دي او الجملة دي يعني ملخصة فعلا how to build الفاينانشال موديل بتاعك، تبني
الموديل المالي بتاعك ازاي، يعني تعيش حياة زي ما احنا بنقعد نفكر ان احنا نعيش حياة ممتعة، جميلة، عايز اتفسح وعايز اخرج وعايز اصرف فلوس وعايز اشتري كل اللي نفسي فيه، عايز اعيش بصحة كويسة، عايز اعيش في علاقات كويسة بيني وبين اللي حواليا وبيني وبين قرايبي وبيني وبين مراتي او جوزي، بيني وبين اخواتي. كل ده احنا بنسعى ليه. من ضمن من ضمن النقط اللي انت محتاج تركز عليها عشان تعيشها بطريقة صح، وزي ما بتركز على صحتك وبتركز على علاقاتك، ركز على نقطة مهمة جدا ان انت تعيشها وتعيشها صح، وهي نقطة الفلوس. اتعامل مع الفلوس دي ازاي، اديرها ازاي، واديرها للافضل ازاي، عشان هيليق في عائد عليك في الحتة دي، عائد مادي وعائد نفسي. لان اكيد كلنا متفقين انه لما انت بتبقى في ضائقة مالية او في مشكلة او في انه في عجز عندك، عايز تصرف في حتة معينة او محتاج الشيء الفلاني ومعكش فلوسه، اكيد بتتضايق، اكيد يعني بيحصل لك ممكن ازمة نفسية، ممكن يحصل دروب، ممكن يحصل مشكلة. انا مش عايز نوصل لده، يعني احنا مش عايزين الفكره بتاعتنا والكونسبت من وراء الاديوكيشن او الاويرنس، خلينا اقول الاويرنس اللي احنا بنقدمه على الصفحه هنا، وهو ان انا مش عايزك توصل للليفل ده، مش عايزك توصل للليفل ده، عايزك تتخطاه. ماشي، ممكن نقول ان احنا بدأنا بدايات غلط، ولكن دايما انا ممكن اكون ماشي في خط واجي عند نقطة اعمل ستوب، اعمل كاتنج كده، واحط نقطة ومن اول السطر وابدا افكر هو ايه اللي انا محتاج اعمله. فكنا حتى من ضمن الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت، وهو الدين، يعني عشان برضو مش هخش في التفاصيل، ممكن نشوفها في الحلقة اللايف موجود على البيج بتاعتنا. كان يوم الحد اللي فات، كان 2/7. ولكن خلينا نخش على طول في السبع حاجات، السبع بوينتس اللي انت محتاج تركز عليهم، ودول الخطوات اللي هتساعدك تعمل فاينانشال بلان صح. وهتسأل نفسك سؤال، هو انا ليه عايز اعمل فاينانشال بلان؟ لان حياتك معتمدة، حياتنا كلنا معتمد على جزء كبير جدا منه على الفلوس. طبعا مش يعني هنتناهى عن، يعني مش هنروح للحته بتاعت البركه، وانه في يعني لازم يبقى في بركه في الرزق، وان هو في ربنا مبارك لنا في الرزق ده ومبارك لنا في الفلوس دي مهما قلتها. انا دي مسلمات، يعني دي انا مش ده اللي انا جاي اناقشه او جاي اتكلم فيه، لان دي مسلمات. احنا من غير البركه ومن غير الحفظ ربنا لينا ولفلوسنا احنا ولا شيء. ده كده يعني هو كده البركه دي اول حاجه. فده بره الحسابات، بره حسابات الايه، حسابات البشر العاديين، ابو ورقه وقلم ده ويقعد يكتب. لا، انس يقعد يقول لكم ايه، اعمل بادجت، اكتب مصاريفك، ده بره حسابات الورقه والقلم. يعني البركه دي كده بره حسابات الورقه والقلم، بره حسابات الانسان. يعني انت بتلاقي الرزق والبركه وبيجي لك شغل من اماكن انت لا علم لك بيها ولا عمرك تتخيلها. هو ده الرزق اللي يساق ليك، يعني انت ده رزقك وقد ايه انت هترزق وهتكسب، ده بتاعت ربنا. ولكن انت تسعى، ما على المرء الا السعي، ان هو المفروض تسعى في الحته دي، وبعدين تسيب الباقي على ربنا. فده التوكل وليس التواكل زي ما احنا بنشرحها دايما او بنقولها. فاذا ايه السبع خطوات اللي انا محتاج ان انا اركز عليهم، ويبقى دول النقط، المنهج اللي انا عايز امشي عليه عشان احقق الفاينانشال بلان، عشان اعمل خطه ماليه قويه تساعدني في حياتي، تساعدني في السنوات القادمه. اول نقطه وهي اعمل سيت لايف جول.
يعني دايما خلي عندك هدف في الحياة اللي انت عايشها. طيب انا مش عايز اكبر الموضوع واضخم، لان انا البوينت بتاعتي، التركيز بتاعي وهو على الفاينانشال، على الماليات. فمش عايز اكبر ان انت بيبقى عندك اهداف في الحياة. انت لو عندك النهاردة عايز تتجوز، الجواز هدف، عارف انه صعب بس ان شاء الله ربنا هيكرمكم. ولكن الجواز ده هدف. النهارده لو اتجوزت عندك جاي هتخلف بيبي، ده هدف. هدف اصبح هدف، يصبح ان انت تخلف بيبي زي ما حضرتك كنت عايز تتجوز كده، وتشيز انه تارجت ولازم تعمل له ميزانيه وبادجت. ان انت تخلف بيبي ده هدف لازم تعمل حسابه. يعني عايز تجيب، يعني عايز تجيب عربية، مش هقول عايز تغير عربية او عايز تغير عربيتك لانها مثلا قديمة او كلام من ده. كل ده هدف. يعني حط جول لنفسك، انا بعد انا محتاج ايه او عايز ايه، واقدر احققه في قد ايه، في سنة، بعد سنة ممكن اجيبها، بعد 2. ليه بقول حط الهدف بتاعك وحط له تايم وحط له ماني؟ لان في الحقيقة لما بتبقى الموضوع يعني ماشي، انا يعني ممكن ابقى محتاج عربية. ممكن كلمة ممكن دي تخليك وذن الفترة، انا ممكن احتاج عربية خلال سنتين. خلال سنتين انت مش هتشتغل على نفسك، مش هتعمل فلوس، مش هتوفر فلوس عشان توصل للتارجت بتاعك. عمرك ما هتعملها، لانك مادام الهدف مش واضح قدامك، مش صريح ان انت عايز تحقق الهدف ده، فاذا مش هتسعى له، هتقع في النص. خلي الهدف واضح بالنسبة لك ومكتوب بوقت. اللايف جول، ان انا احط هدف في حياتي، مهم جدا. لان مهم جدا ان انت كل فترة، وده كان انا لايف عملته على الصفحة برضو، على ان انت ازاي تيفاليويت الكارير بتاعك وحياتك من 7 ل10 سنين. كل 7-10 سنين محتاج ان انت تبدأ تقعد مع نفسك تقول ايه اللي فات وايه اللي جاي. يعني انا ايه اللي فات؟ كنت بشتغل الشغلانه الفلانيه، بكسب المبالغ الفلانيه دي 7 سنين 10 سنين اللي فاتوا. طيب النكست 10 years بقى، ال10 سنين اللي جايين دول هيبقى وضعهم ايه؟ ايه اللي انا محتاجه؟ ايه اللي انا عايزه؟ هل الشغل ده فير انف كويس، انا مبسوط فيه، انا العائد المادي بتاعه، البلان بتاعته انه ذن الكام سنة اللي جايين 3-4 سنين هترقى مثلا وهبقى في بوزيشن كويس، فبالتالي العائد المادي هيبقى كويس، يبقى انا افضل مكاني، لا اتنقل، لا اروح حاجة تانية، لا انا عايز اعمل بقى ال10 سنين اللي جايين توفير، وعايز اعمل خطة توفير جامدة جدا عشان يبقى عائد مالي كمان 10 سنين. طب انا بلان ان انا ريتايرد، ان انا هطلع معاش. طيب هو انا لما اطلع معاش هيبقى الدخل بتاعي منين؟ ايه مصدر الدخل بتاعي؟ مصدر الدخل بتاعي هل المعاش اللي بتاخده من التأمينات which is nil؟ يعني ده ما فيهوش ب5 جنيه فول وطعمية حضرتك يعني. فاذا كل ما حطيت جول لنفسك، كل ما حطيت هدف لنفسك وبتسعى ان انت تحققه، وانا بتكلم على الاهداف المالية، مش بتكلم على يعني طبعا كلنا لازم يبقى لنا اهداف عامة في حياتك. ان انت طبعا احنا كلنا عايشين عشان نعبد ربنا، وده الهدف الاساسي، ونعمر الارض بالخير، دي الرسالة بتاعتنا في الحياة. ده كده برضو زي ما احنا متفقين، دي مسلمات، يعني مش عايزين نبقى نخوض فيها، لان احنا دي مسلمات ما فيهاش كلام. ولكن على المستوى البشري، المستوى الانساني، انت بيبقى عندك احتياجات لطلبات معينة، المحيطين بيك محتاجين طلبات معينة، فاذا لازم تبقى عندك بلان، لازم يبقى عندك خطة، لازم يبقى عندك هدف بتسعى ليه. فهو الأهداف دي لما بتحطها وبتسعى وراها وبتسعى إزاي تحققها، وبتعمل لها قياس evaluation، تقييم. يعني ما تحطش الهدف
وتسيبه وتمشي. لا لا والله الظروف، لا مش الظروف حضرتك، انت لازم تكستمايز. يعني انت لازم بعد التقييم، لما انت بتيجي تعمل تقييم لنفسك وتقول والله الهدف ده حصل تغيرات في السوق على سبيل المثال، حصل لازم تبقى مرن. بمعنى ان انت ما تقعش بقى ان انت لا ده حصل تغيرات في السوق، لا الهدف ده كده مش هيتحقق. حضرتك اللي بعده ما عندناش وقت. يعني حضرتك ما فيش وقت للكلام ده. النهارده الاي اي، الذكاء الاصطناعي ده خلاص بياكل، التكنولوجيا بتاكل الاكسبيرينس، مش الاكسبيرينس، التكنولوجي بتاكل كل حاجه، بتاكل الخبرات، بتاكل هتاكل الناس. يعني بكره هتاكل الناس. فحضرتك مفيش وقت ان انت تقعد وتقول لا 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 الهدف مش هيتحقق. مفيش منه خالص كمان. خليك مرن، عدل البلان، عدل الجول. طيب الجول ده مش هيتحقق، نمدله سنه كمان، سنتين. طيب ننقل على بلان بي، ننقل على بلان سي. You have to make plan 1 plan 2 plan 3. خلي دايما عندك خطط. ما انت ما تجيش تشتكي في النهايه معيش فلوس ومش قادر اعيش ولما نيجي نقعد على الترابيزه انا وحضرتك واقول لك كنت عايش ازاي وبتاخد كام وبتصرف ايه، الاقي انه في جاب كبير جدا وفي behavior، سلوك ما يودكش للجول. ما هو احنا خلينا البيهيفير دايما، سلوكك هو اللي بيوديك للهدف، مش الهدف اللي بياخدك. ما حدش بياخد. واخدين بالكم؟ فدي اصبحت مهمه جدا، ازاي تحط جول لنفسك. والجول ده لما قلنا نحطه مكتوب، ونعمل له ديوريشن، نعمل له توقيت معين، ونبدا نخطط نشوف ايه هيتحقق الجول ده ازاي. هي كل نقطة بتسلم للنقطة اللي بعدها. من الحاجات بتاعت الست الايف جول او فاينانشال جول، خلينا اقول ان انت تعمل بادجت، اعمل ميزانية في اول السنة، في اول حياتك. شوف انت ايه المصدر الدخل اللي بيدخل لك. طيب هو المصدر الدخل اللي داخل ده هيفضل بنفس الافريج ده قد ايه؟ كام؟ طيب انا محتاج اصرف منه كام؟ وكنا اتكلمنا على النظريه او الرول بتاعه 50 30 20. يعني الانكم اللي داخل لك سيادتك لو سمحت 50% منه هتصرفه على الاكل والشرب والمواصلات والايجار وما حياتك العاديه اللي انت محتاج ما تحتاجه للحياه. 30% هتصرفهم على الوونت او اللي انت عايزه، اللي انت ترغب فيه. نفسي في تلفزيون 90 بوصة، ده ترغب فيه حضرتك، لان الرغبة دي رغبة متوحشة. فلما حضرتك الرغبة المتوحشة دي تقدر تتحكم فيها، فمش هتجيبه 90، هتجيبه 50 او تجيبه 30 عادي خالص، مفيش مشكلة. فاذا دي 30 الوونت اللي انت عايزه. 20% سيفنج ملوش حل. ما هو انت هتحقق جولز، هتحقق الاهداف بتاعتك ازاي؟ ودي يمكن في الحته بتاعت 50 30 20. خلينا اقول حاجه، انه في ال 30% من المرتب ده انا عايز عربيه، فهجيب العربيه دي فرضا يعني معايا عربيه، هبيع العربيه الجديده، هبيع العربيه القديمه وادفعها مقدم، والباقي هجيبه قسط. على سبيل المثال خلينا ناخد الاكسرسايز ده. لو سمحت القسط العربيه ما يزيدش عن 20%. طبعا انا كنت بقول 15 20%. هديك سماح لحد 30% حسب الحاله بتاعتك، ما يكونش عندك ديون تانية. عايز اقول ايه؟ لو انت بتجيب حاجه بالقسط او حاجات، خلينا نقول حاجات، لو سمحت خلي القسط بتاعك في حدود 30% فقط. ما تجيبش حاجات بالقسط باكتر من 30%
من العائد بتاعك، من الانكم بتاعك، من الدخل بتاعك. ما تجيبش باكتر من كده، لان انت اكتر من كده هياكل منين؟ هياكل من 20%، يا هياكل من 50. هياكل من 50 يبقى حضرتك مش هتاكل جبنه وحاجات من الحلوه دي وشوكولاته، يا ال 20% اللي هو حضرتك مش هتعمل سيفنج، مش هتحقق الهدف بتاعك، مش هتعمل غطاء مالي. ده ليه؟ عشان البيهيفير بتاعك، عشان السلوك بتاع سيادتك عايز ان انت تغير العربية او تجيب حاجات بالقسط اوفر ذان ال 30%. ما احنا بنقول ايه؟ بنقول انت عايز تعمل فاينانشال بلان، خطة مالية. هو الخطة المالية دي بعمل خطة لرغباتي؟ لا، بعمل خطة بناء على احتياجاتي وبناء على الدخل اللي جاي لي. فاذا محتاج ان انت تعمل بادجت، تعمل موازنة او ميزانية لنفسك في بداية السنة، في انه الدخل اللي داخل لي كذا، انا مصاريفي 1 2 3 4، وبناء عليه انا هقدر اعمل سيفنج ولا مش هقدر اعمل سيفنج. في الحالة دي لما ما اقدرش اعمل سيفنج يبقى لازم ارجع تاني للمصاريف بتاعتي وابص عليها نظرة تانية. هي المصاريف دي عبارة عن ايه؟ وهل يمكن الاستغناء عن بنود منها ولا لا؟ ما هو انت عايز تعمل فاينانشال بلان، صح؟ يبقى انت حضرتك محتاج ان انت تركز قوي في التفاصيل عشان توصل للهدف. ومن التفاصيل دي ان انت تراجع المصاريف بتاعتك دي كل فترة، كل 3 شهور تراجع البلان بتاعتك وتقارنها بالاكتوال، بالفعلي، بالحقيقي اللي انت صرفته خلال 3 شهور. هو انت وذن، دايما احنا عندنا بنتكلم بصيغه المحاسبه والمراجعه، انت وذن البادجت ولا اوت اوف البادجت؟ يعني انت لما عملت بادجت لنفسك، هل بعد 3 شهور قلت ان انت في الشهر بتصرف مثلا 10000 جنيه، فالنهارده رحت في ال3 شهور الطبيعي حسب البادجت المفروض تصرف 30000، لا حضرتك لقيت نفسك صارف 35، لقيت نفسك المصروفات بتاعتك الفعلية في خلال الربع الأولاني 40. هنا لازم تحط علامة استفهام وترجع تاني تراجع التفاصيل، الديتيلز بتاعت المصاريف بتاعتك، عشان تشوف هل ايه المصروف اللي زاد عن البادجت بتاعتك، هل هو ضروري؟ مش ضروري؟ هل ممكن استغنى عنه؟ طيب انا هكونسيدر ده، هأدرك ده امتى؟ الربع اللي بعده. يبقى انا بعدل نفسي كل كوارتر، كل 3 شهور، بحيث ان انا في نهاية السنة اوصل للهدف بتاعي. فدي كان بالنسبة لي النقطتين، اللي هي ان انت financial goal، تعمل budget. ثالث حاجة وهي، وزي ما قلت لحضراتكم، انه دايما الهدف، الخطوات دي خطوات كلها بتسلم بعض. عشان تحقق الفاينانشال بلان، عشان تعمل بادجت صح، محتاج ان انت تكلير الديون اللي عليك. وكلها انا مش هدخل فيها في تفاصيل قوي، لان انا في الحلقه الاولى، في الحلقه بتاعت الحد اللي فات، كان بتتكلم عن الفاينانشال بلاننج 1. انا اتكلمت على الحته بتاع انه لو سمحت كلير اول باول الكريدت كارد بتاعك، كلير اول باول الديون اللي عليك. هتعمل فاينانشال بلان ازاي؟ هتعمل فاينانشال بلان ازاي وانت عليك ديون؟ لو النهارده انت بتحط تارجت لنفسك في الفاينانشال بلان، لو سمحت خلي التارجت الاولاني اول حاجة تقدر تعملها، وهي ان انت تطير او تكلير الديون اللي عليك. من اول الديون اللي هي المختفية، اللي هي ما بتظهرش، وهو الدين اللي موجود في الكريدت كارد، الفلوس اللي بتصرف بالكريدت كارد وانت مش مدرك او مش متابع هي بتصرف في ايه او بتصرف فيها ايه. حاجه كده من غير فلوس طول ما انت ماشي بالكارد. فلو سمحت، تاني حاجه بعد اذنك،
اعمل كليرنج للكريدت كارد او اعمل كليرنج للديون. تفصيلا في الحته دي ممكن نرجع في اللايف بتاع او الحلقه اللي فاتت، الحد اللي فات هتلاقوها على البيج. رابع حاجه create automatic saving. عشان تحقق البلان انت دايما قلنا 50 30 20، في 20% بنركز عليهم انه دايما يبقوا سيفنج. انت محتاج ان انت تعمل سيفنج. تعمل سيفنج ليه؟ عشان يبقى عندك غطاء مالي. ليه؟ عشان تحقق اهدافك. ليه؟ عشان لما تطلع معاش يبقى عندك باكج فلوس كويسة تقدر تعيشك، مش محتاج ان انت تاخد فلوس من حد، وانها تعيشك بنفس الليفل او نفس المستوى المعيشي اللي انت كنت عايشه. لان انت كده النهاردة بعد المعاش مصدر الدخل بتاعك انقطع، فبالتالي لازم يبقى فيه مصدر دخل تاني. فكرييت اوتوماتيك سيفنج. انت ال 20% اللي بتطلع منك دي ممكن تخش في جمعيات، فبالتالي تبعد الفلوس عنك، وفي نهاية المدة كانت 10 شهور سنة انت بتاخد باكج فلوس. نبدأ نخش هنقول بقى السيفنج ده هتعمل فيه ايه في النقطة 5. ولكن في عندك طريقة الجمعيات، في عندك طريقة البنك اكاونت، وده ان كان مش مرغوب ولكن هو بند. في عندنا في البنوك حاجة اسمها صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار دي صندوق هولدنج كده بيستثمر في الشركات العاملة بالبورصة. فممكن تدخل في صناديق الاستثمار دي، المبلغ ال 20% تخشوا في الصناديق، فيبقى اوتوماتيك سيفنج، وفي نفس الوقت انفستمنت في نفس النقطة، لان ده بيبقى عائد، واما هو عائد متغير حسب نجاح الفند ده او الصندوق ده، او ان هو حسب البنوك بقى وانواعها وكلام من ده. دي من النقطة بتختلف من شخص لشخص، هل عايز يتعامل مع البنوك الإسلامية او يتعامل مع البنوك التجارية، حسب كل واحد ورغبته واتجاهه. فدي بالنسبه ان انا اعمل اوتو سيفنج. عندي نقطتين، عندي الجمعيه، عندي البنك اكاونت. ابعد الفلوس عن ايدك. خليني اقولها تاني، ان انا اعمل سيفنج، ابعد الفلوس عن ايدك. تمام. انا ريكومند جدا صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار دي هي زي ما بقول لحضراتكم كده في البنوك بتستثمر في الشركات في البورصة، فبيبقى عليها عائد، وعائد كويس جدا. بالخمسة، طب انا هعمل ايه بالسيفنج اللي انا عملته ده؟ هعمل انفست، هبدا انفست، اعمل انفست ناو. يعني ابدا استثمر السيفنج اللي انت عملته ده في انواع الاستثمار، ويمكن اتكلمنا فيها، هتلاقي كذا لايف على البيج بيتكلم على انواع الاستثمار. احنا عملنا بالك فلوس، فعندي حالتين في بالك الفلوس ده اللي انا حوشته. عندي جزء من الفلوس ده لو سمحت سيبه ليكويد، سيبه تقدر تسيله فلوس، او تقدر تحركه، او تقدر تستعمله، يغطيك لمدة 6 شهور لمدة سنة. ده على جنب، ده بارت من الانفستمنت. عملت استثمار، عملت سيفنج كويس جدا. فلو سمحت قسم السيفنج ده ما بين حاجتين. واحد، انه عندك زي ما انا بسميه دايما هو emergency fund، او صندوق للطوارئ. فصندوق الطوارئ ده دايما خلي فيه فلوس يغطيك لمدة 6 شهور على الأقل. ده على أقل حاجة 6 شهور. خلينا ناخد السيناريو ده، ان انت هتعمل فند او هتعمل emergency fund، صندوق طوارئ يغطيك لمدة 6 شهور. في اي حالة من الحالات بقى، انت سبت شغلك، لا قدر الله حصل مشكلة معينة، اصابة، العربية اتخبطت فمحتاجة صيانة، محتاجة تصليح، حصل حاجة في البيت محتاج تغير شيء. يعني الامرجنسيز، الطوارئ الكتيرة اللي احنا بنقابلها في حياتنا وغير متوقعة، لازم تكون جاهز لها. جاهز ازاي؟ ان انت تكون عندك بلان، وعندك
فاينانشال بلان، خطة مالية صح معمولة من الأول لأخذ إنك تاخد في الاعتبار كل الحاجات دي. ما حصلتش يا سيدي بعد 6 أشهر بعد سنة استعمل فلوس، يبقى أنت in safe side، يعني في الأمان زي ما بيقولوا. طيب الجزء الثاني من الفند او من السيفنج اللي انت عملته، لو سمحت ابدا استثمره. ايه انواع الاستثمار؟ الاستثمار قلنا الطويل الاجل، يعني اللي مدته طويله جدا، وهو الاستثمار في الذهب. والاستثمار في الذهب مش قصير الاجل، مش سريع. فانت لازم تاخد استثمار او حفاظا على الفلوس بتاعتك استثمر في الذهب. ممكن تستثمر في العقارات، ممكن تستثمر في البورصة او الاسهم. وخليني اقول الحاجات دي، في ناس كتير جدا بتقول لي انا ما بفهمش في الحاجات دي. اتعلم. انا ما كنتش بفهم فيها رغم تخصصي في الفاينانشال والاوديت، ما كنتش بفهم فيها، ولكن الظروف دخلتني في الحتة دي. ولما دخلت فيها بدأت أتعلم إزاي الاستثمار في العقارات. أتعلم لما تستثمر في العقارات تروح تشوف الشركات، والشركات دي ليها كريدت ولا لا، قوية ولا لا، تقدر تتعامل مع سمعتها قد إيه. بدأت تدخل في تفاصيل التفاصيل عشان يبقى الاستثمار بتاعك آمن. الذهب هتتعامل مع مين، وهتتعامل مع شركات ايه، والشركات دي موثوق منها ولا لا. وممكن اتعاون مع محامي، فالمحامي ده يأكد لي انه الورق صح، انه العقود صح، كل حاجة تبقى مكتوبة، كل حاجة تبقى بعقود. كل دي حاجات لو حضرتك ما تعرفهاش، حضرتك محتاج ان انت تتعلمها. مش هقول ان انت تتعلمها 100% وتبقى هي دي مهنتك، ولكن دي حاجة بسيطة جنب المهنة بتاعتك او جنب الكارير بتاعك. وهو ان انت لما تبقى عايز تعمل فاينانشال بلان، ودي حاجة مطلوبة من كل الناس، فاذا ما تقوليش حضرتك ان انا ما بعرفش. اللي ما بنعرفوش نتعلمه، ما فيهوش مشكلة يعني، ولكن ضروري نتعلمه عشان نحقق التارجت بتاعنا او نحقق البلان بتاعتنا. يعني انت وانت بتسعى واحنا بنسعى في الحياة، بنسعى وبنتعلم. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها. هشتغل في البورصة روح اشترك مع شركة بروكر، اديها الفلوس وقول له انت استثمرها لي. عايز تستثمر بنفسك، اقرا شوف. النهارده التعلم ما كانش موجود على زماننا، انا قديم شويتين 3، فما كانش موجود الكلام ده على زماننا. النهارده المعلومات موجوده ومتوفره وبكثره ومختلفه وانواع كتيره، وناس السوشيال ميديا مش سايبه معلومه الا وكلمت فيها وعملت اويرنس كويس ليها. في ناس كويسين جدا وثقه، تقدر تتابعهم، تقدر تشوفهم، تقدر تتكلم معاهم، تقدر تسالهم. فاذا يعني فكره الجهاله ان انا لا اعلم في هذا الزمن، في هذه الحاله اللي احنا فيها، في هذه الايام اللي احنا فيها، منفيه، مش موجوده. ما تقوليش عندي جهاله في هذا الموضوع، مرفوض، اسف، ما ينفعش. فالحاجة اتعلمها، اشوف بتاجر هتاجر، عايز اشتغل مش هشتغل، عايز انفست في الذهب. طيب هو حضرتك عندك هيستوري؟ يعني بسيط جدا، شفت الهيستوري بتاع الذهب، جبت اونلاين كده، شفت اونلاين الهيستوري بتاع الذهب من سنة كام لسنة كام، ايه اللي حصل، زاد امتى وقل امتى، وايه اسباب الزيادة، وايه. ادرس ابحث ورا الموضوع. انا النهارده بحط فلوس، بستثمر فلوسي في حاجه. الاستثمار ده لازم يبقى امن، لازم يبقى عندي معلومه عنه. اما عندي حاجتين، اما ان انا اجتهد واعمل الاستثمار ده بنفسي، او ان انا اروح لناس اكسبرت، ناس خبيره في هذا الموضوع، فاقول له لو سمحت قول لي دي تتعمل ازاي، او قول لي اعملها لي وخد برسنتج معين. طبعا مع الحفظ على انك انت تروح لناس موثوق فيها، تروح لناس
انت عارفها، ناس عامله لها ريكومنديشن، قايله لك عليها وورد اوف ماوث، واحد اتعامل معاه وواحد والتاني. يفضل انه الحاجات دي تعملها بنفسك، ما تديهاش الا لو كنت بتستثمر مع شركات وشركات كبيره او بروكرز، لو بتشتغل في البورصه وبتتعامل معاه وعايزه هو يدير لك الايه الملف كامل. فدي حاجات نقط كتيرة جدا في الحتة بتاعة الاستثمار. النقطة فاضل نقطتين، آخر نقطتين، والنقطة رقم 6، ويمكن أنا عايز أقول إيه، يعني لفترات كبيرة جدا جدا ما كنتش بعرف أعمل الموضوع ده، وهي فاصل النيجوشيشن. انا كاتب نيجوشيشن اوف جود اوف سيرفيس، يعني النهارده الخدمه اللي انت بتاخدها ب 100، ممكن تقبل السعر انت على وضعك دلوقتي، ان تقبل السعر زي ما هو، انت وهو بيقول 100 انت توافق. لا، ناقشوا في السعر. يعني ليه ناقشوا في السعر؟ على الفكره على عمومها، الفكره على عمومها ان انت تنجشيت او تناقش او تفاصل في ثمن السلعة أو ثمن الخدمة، في إن أنت تحاول توفر فلوس. يعني الفكرة مش تقليلا في الخدمة أو تقليلا في المنتج بتاعه، لا، لأن هو على سبيل المثال ممكن يقول لك القلم ده ب 100 جنيه، تمام، ولكن ممكن يديك خصم 10% أو 20%. هو مش هيديك الخصم، ولكن انت لو سألت عليه هتقول له طيب هو القلم ده مش ممكن يبقى عليه خصومات؟ ممكن يبقى عليه خصومات، ممكن يبقى عليه 10%. طب مش ممكن الخصم ده يزيد؟ طيب انا هاخد كمية، ممكن الخصم ده يبقى 15%؟ ممكن بدل الكمية كذا. فيبقى في نيجوشيشن، في فصال، في كلام في السيرفيس او الجودز او البضاعة اللي انت بتشتريها، مش مجرد الفصال للفصال او لتنزيل او خفض سعر المنتج، لا 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 خالص. ولكن دايما اسأل ايه الفرص اللي موجودة، ايه اللي ممكن، ايه المتاح ان انا اخد نفس المنتج ده ولكن بسعر افضل. يعني خلي الكلمة دي حلوة قوي، انه في النيجوشيشن على البضاعة، الجودز والسيرفيسز، او البضاعة او الحاجة اللي انت بتشتريها او الخدمات اللي بتتقدم لك، دايما اسأل هو ايه الفرص ان انا احصل على سعر كويس واحصل على نفس الخدمة او البضاعة دي. دايما هتلاقي الرد، لان هو عايز يكسبك، هو انه يقول لك طيب انا ممكن اديك خصومات 10%، 20% على نفس المنتج او الخدمة دي. مجرد سؤالك هو نوع لسعيك ان انت تحصل على توفير الحاجة اللي ب100 خدتها ب80، فانت وفرت 20. يبدو انه المبلغ، طبعا انا بدي الاكزامبل على 100 جنيه، ولكن لما بتيجي في مبالغ ضخمة ومبالغ كبيرة لا اتمين زلط، يعني بتعني كتير وبتوفر كتير. ال1000 اللي انت هتوفرها النهاردة وبكرة وفي المنتج ده وفي الخدمة دي، في الاخر هتحصل على انه دايما ما تحسبهاش ان انا ايه ده هوفر 100 جنيه 200 جنيه. اوكي، 200 جنيه هتوفرهم في المنتج ده والخدمة دي والمنتج ده والخدمة دي، ممكن تجمع لي حجم التوفير اللي انت وفرته في نهاية السنة؟ هتلاقي الافات حرفيا. لو انت راجل مستمر في الشراء وفي الموضوع ده، هتلاقي في نهاية السنة انت بتوفر الافات. اخر نقطة رقم 7، اخر نقطة خلاص، اخر نقطة انا كاتبها ان هو اتعلم فاينانشال، اتعلم الماليات، اتعلم تعمل خطة، اتعلم ازاي تطبقها، اتعلم. مفيش حاجة اسمها ما بعرفش. حط الخطة، ممكن تفشل معاك، مفيش مشكلة، هنعرف ايه اللي احنا غلطنا فيه ونعدله المرة الجاية. عملنا فاينانشال بلان، طب المرة الجاية هنصحح الفاينانشال بلان، هنصحح الخطة دي، هنعدل فيها، هنحسنها.
طيب انا ما عنديش حجم المعلومات دي، روح لاكسبرت، روح لخبير، اساله اعملها ازاي. كلنا شايفين الكوتشنج والمنتور شيب، ان انت يبقى معاك منتور يساعدك، ان انت عنده هو الاكسبيرينس، عنده النولج، عنده النو هاو، فبيساعدك ان انت تعمل ده توفيرا للوقت وتوفيرا للمجهود، بيخليك تعمله باسهل طريقه بناء على الخبره بتاعته. بس هو كمان ما بيفضلش معاك 24 ساعة، ما بيفضلش معاك يفضل دايما معاك، هو بيحطك على الطريق، بيعلمك دايما دي تتعمل ازاي، ويحط لك خطوات 1 2 3 4 تمشي عليهم، وبناء عليها انت قدرت ممكن تدور على العلم ده في الكتب، في السوشيال ميديا، وتتعلمه وتبدأ تطبقه. هياخد منك وقت ومجهود وحاجات كتيرة جدا، وممكن فلوس لو دخلت مثلا كورس بفلوس وكلام من. طيب ممكن اكسبرت، ممكن خبير او منتور في الحته بتاعت الفاينانشال دي يقعد معايا يقول لي الخطوات 1 2 3، ودي ميزته ان انت بتكستمايز، بتحط ده على الكيس بتاعتك انت بالظبط، يعني على الحالة بتاعتك انت بالظبط. فبتقدر تقول له، يقدر يقول لك ان انت محتاج خطوة من واحد، تمشي 1 2 3 4، تمشي الخطوات دي هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها، هتوصل لأهدافك اللي انت عايزها. فكان دي الفاينانشال اديوكيشن او التعليم المالي ده، الفاينانشال ليترسي، مهم جدا لكل الناس، مهم جدا للاشخاص، مهم جدا للشركات، مهم قوي قوي للستارت ابس والشركات الناشئه والسمول بزنس اونرز. مهم جدا انه يبقى عنده الاويرنس، عنده الفاينانشال ليترسي، عنده المعرفه الماليه، يعمل النظام ده ازاي في الشركه بتاعته، يشتغلوا ازاي، وايه اللي محتاج يعرفه، ايه اللي يعرفه ازاي ويطبقه ازاي عشان يوصل دايما للنتيجه اللي هو عايزها. اخر حاجه ودي كانت من ضمن الارتكل اللي انا قريته، كان في الاخر كاتب كلمه جميله قوي فعجبتني، ان هو take care of your health، يعني خلي بالك من صحتك. واحده من الحاجات المهمه جدا واللي كلنا بنسعى ليها، ان انت تفضل واقف على رجليك اطول مده ممكنه، تفضل واقف على رجليك مهما طال بيك العمر. فالاهتمام بالصحة من ناحية الأكل، من ناحية إنه الرياضة، من ناحية الحاجات كتيرة جدا إن هو ممكن أنا نفسي بسعى ليها، مش هقول إن أنا بطبقها والكمال وكلام من ده أبدا خالص، ولكن أنا بسعى ليها برضو، إن أنا أحافظ في الأكل، أحافظ في الرياضة، ما بقاش عايش في ستريس دايما. اهتمام بالصحة عامة من الأساسيات أو من الحاجات المهمة جدا اللي أنت تحطها من ضمن الفاينانشال بلان. ليه الفاينانشال بلان؟ لأن الفاينانشال بلان معتمدة على الدخل اللي أنت جاي لك، والدخل ده معتمد على إنك واقف على رجليك بتشتغل وبصحة كويسة وبصحة ممتازة. فدي كانت الحلقة بتاعتنا فاينانشال بلاننج رقم 2. مهم جدا ان انت تمشي على الخطوات السبعة اللي احنا قلناهم. الخطوات دي بتسلم بعض، ففي تتابع وفي تسلسل كده مهم جدا ان انت تمشي عليه. خلي بالكم من صحتكم، خلي بالكم من صحتكم جدا، خلي بالكم من الرياضة والاكل. اخر حاجة وهو كنت قلتها، قصة الفاينانشال بلان للستارت ابس والانتربرينورز والسمول بزنس اونرز. الكيانات دي لسه بتبدأ، بتحط رجليها على الارض، عندها افكار، فعايز الافكار دي تتحول من افكار، من مجرد فكرة اوبريشن او تشغيل او منتج هيبيعه، لانه ايه الفاينانشال بلان بتاعته، ايه الفاينانشال موديل بتاعه اللي هو محتاج
يعملوا عشان يطبقوا. يمكن دي ان شاء الله الحلقات اللي جايه كلها هتبقى، او يعني هناخد كذا حلقه في الحته الفاينانشال موديل للستارت ابس. هاو تو، ايه اللي انت محتاجه في ايه الستارت ابس محتاجه ايه عشان تعمل فاينانشال موديل كويس، يبقى سبورت الاوبريشن بتاعها يظهر. دايما بقول الفاينانشال موديل ده عباره عن اللقطه الاخرانيه للبزنس. يعني اللقطه الاخرانيه اي بزنس، الصوره الاخرانيه للبزنس هي الفاينانشال موديل، هو الشكل المالي، هو الشركه دي بتحقق ربح ولا ما بتحققش، بتحقق اجمالي ربح ولا صافي ربح، بتحقق قد ايه حققت السنه اللي فاتت، طب السنه اللي جايه متوقع قد ايه. كلام كتير جدا عن الفاينانشال وعن الاكاونتنج. مهم جدا انه الشركات الستارت ابس تبقى عندها اويرنس بيه، وده اللي احنا هنعمله في الحلقات الجايه. وكده الحلقه خلصت في النهارده كانت عن الفاينانشال بلان، حلقه رقم 2، واتكلمنا على ال7 خطوات اللي انت محتاج تمشي عليهم عشان تعمل الفاينانشال بلان صح توصلك للنتيجة الصح. اخر حاجة، خلي بالكوا من صحتكوا، خليك دايما واقف على رجليك، واقف وانت سليم. شكرا ليكوا واشوفكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.